السلام عليكم. هقول لكم النهارده على موقع من اهم المواقع اللي اكتشفتها في الفتره الاخيره، واللي مهم جدا لاي حد عايز يبتدي يعمل فيديوهات ومش عارف يبدا ازاي، او مثلا الادوات والمعدات بتكون غاليه، المايكات، التصوير، الحاجات دي كلها، مش عارف اصلا يعمل مونتاج ازاي للفيديوهات، مش عارف يصور ازاي، مش عارف يعمل سيت اب. الحاجات دي كلها خلاص هتتحل من على الموقع ده. الناس اللي عايز تعمل فيديوهات من غير ما تبان بوشها، لو انت اصلا بدأت انك تعمل فيديوهات وعايز موقع يساعدك في كتابة السكريبتات وكده، الموقع ده هيقدر يعمل لك كل ده في ثواني. الموقع ده هو موقع موشن دوت كوم. كل اللي عليك انك هتفتح جوجل وتكتب موشن دوت كوم. اول ما تفتح موقع موشن وتعمل لنفسك اكونت عليه، هي دي الشاشة اللي هتظهر قدامك، واللي متاح فيها تختار كل حاجة انت عايز تعملها. ايا كان انت عايز تعمل ايه هتلاقيه موجود ومتاح على البرنامج. هنختار ان احنا نعمل فيسلس شورت فيديو، اللي هو فيديو قصير من غير ما يبان وشك، وهتكتب الوصف الفيديو اللي انت عاوزه بالتفصيل زي ما انت عاوز، وتختار شكل الشخص اللي هيتكلم، وتختار اللغة، وكمان تختار التون، وتختار شكل الفيديو هيكون عامل ازاي. وفي ثواني بالظبط موشن هيجهز لك الفيديو زي ما انت عاوز، زي ما انت ما وصفته بالظبط. وهيكون ظاهر قدامك السكريبت او الكلام اللي هيتقال في كل سين في الفيديو. تقدر زي ما انت عاوز تختار كل مشهد ايه الجملة اللي هتقال فيها، تعدلها وتشيل حاجة براحتك زي ما انت عاوز. والفيتشر الجديد اللي موشن حطوه واللي خطير بصراحة، هو ان انت تقدر تedit الفيديو زي ما انت عاوز، تغير تعمل له عكس للفيديو، تخليه بدل ما هو vertical horizontal، او تغير في اي حاجة زي ما انت عاوز. كمان انت تقدر في حاجات معينة تحددها وتقول له انا عايز الحاجه دي مثلا تغيرها لي يكون شكلها عامل كذا. زي ما انا قلت كده، انا عايز ده مثلا يبقى برج ايفل. يعني انا كنت بجرب كده بلعب بشوف، وفعلا لقيته في ثواني عمله. كل حاجه بقى انت تقدر تحددها، وتقدر كمان تحدد حاجه وتقول له شيلها وهو هيمسحها من الفيديو خالص. وهيعمل كده، ويقدر كمان يغير الباك جراوند، الخلفيه اصلا اللي موجوده تقدر تحددها وتقول له غير لي الخلفيه دي، خليها ليل نهار او نهار ليل. ودي كلها فيتشرز خطيره، يعني انت مش هتحتاج اي برنامج من برامج الاديت تاني، انت تقدر تاديت من على موشن. بلس بقى بعد كده هتختار تكمل الاختيارات الفيديو، تختار الهيدلاين والسب تايتلز وكل الكلام ده، وتختار الترانزيشنز والساوند افكتس وكل حاجه حرفيا في الفيديو انت بتختارها بنفسك وبتعدلها بنفسك. وكمان الميوزك اللي في الخلفيه، او اصلا انت عايز ميوزك في الخلفيه لو مش عاوز الشخص ده اللي هو بيتكلم يظهر في الفيديو ولا ما يظهرش، ولا يكون في اصلا شخص ولا ما يكونش فيه. كل دي حاجات انت تقدر تتحكم فيها، وهيظهر الفيديو قدامكم كده بالظبط. كثير من حياتنا، لكنه يؤثر على الأطفال بطرق مختلفة. يمكن أن يكون مصدراً للتعلم والترفيه، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى مشاكل. التعرض للإعلانات الكثيرة يؤثر على عقولهم، ويتحولون للشراء المستمر للمنتجات. يؤدي إلى قلة التركيز في الدراسة. أحياناً يتعرضون للتنمر عبر الإنترنت. هذا يؤثر على ثقتهم بأنفسهم. يقضون وقتاً طويلاً عليه، يهملون الأنشطة الأخرى. هناك خطر من التعرض لمحتوى غير مناسب. قد يؤثر نقص النشاط البدني على صحتهم. من المهم مراقبة استخدامهم للإنترنت. تحديد أوقات استخدام الأجهزة الذكية. تشجيعهم للمشاركة في الأنشطة الخارجية. تعليمهم كيفية استخدام السوشيال ميديا بشكل إيجابي. تعزيز الثقة بالنفس للوقوف ضد التنمر. يمكن للعائلة أن تلعب دورا مهما في ذلك، بالتوجيه والنقاش المفتوح عن تقنيات السلامة. توفير بيئة داعمة ومتفاهمة للأطفال. هكذا يمكن استخدام السوشيال ميديا بما يفيد الأطفال. بلس انك كمان تقدر تحمل الفيديو على الموبايل بتاعك او اللابتوب بتاعك وتنزله على كل المنصات السوشيال ميديا زي ما انت عاوز. بس كده، ده كان فيديو توضيحي لو اي حد عاوز يستخدم الموقع بس مش عارف يستخدمه ازاي. اتمنى الفيديو ده يكون ساعدكم، ولو عاوزين تسألوا على اي حاجة تانية اكتبوها في الكومنتس وهرد عليكم.